استاذ احمد موسى بيقول ان هو مش هيشجع النادي الاهلي تاني وهيمتنع عن تشجيع النادي الاهلي. يعني احنا في الشهر الفضيل فمش عايز ارد عليك رد يعني مش محترم. يعني مع السلامه. ما مش انت اللي هتضيف للنادي الاهلي حاجه خالص يعني، خالص. ولا تشجيعك للنادي الاهلي بيضيف لنا حاجه. ده احنا بيتحرق دمنا كجمهور للنادي الاهلي وكمشجعين للنادي الاهلي لما بنشوف سحنه حضرتك وهو لابس تيشيرت الاهلي وانت عمال بتتنطط. بامانه يعني. استاذ عمرو اديب، طبعا انت واخد حظك من التهزيق معايا كتير في البرنامج، فمش مهم. انت متضايق اتفلق، زعلان اتفلق، وارجع واقول لك انت اعلامي سعودي متضايق من ابو تريكه، روح اتفرج على محمد نور بتاع نادي الاتحاد مع رامز جلال. انت اعلامي سعودي، احترم ان انت اعلامي سعودي. مالكش دعوه بالاهلي، ومالكش دعوه بمحمد ابو تريكه، ومالكش دعوه باي اسطوره او اي لاعب في النادي الاهلي. ركز في شغلك يا عم، ركز في اللي بيديك مام وبيقبضوك بالدولار. ركز، ركز هناك، ركز في ام بي سي كده، وان شاء الله نشوف لك برنامج قريب على ام بي سي. ام بي سي نفسها يعني، على قناه ام بي سي اللي هي بتذاع خليجي بس دي ومحدش بيشوفها. هناك باذن الله البرنامج بتاعك دوت يبقى ايه، جده اليوم او الرياض اليوم مثلا. وفكك بقى من ايه، من مصر، وفكك من الاهلي، وفكك من الكلام ده.